اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بألف خير. الأستاذ عمرو الدرديري بيؤكد بأنه زيزو لاعب نادي الزمالك أفضل بكثير من النجم الكبير محمد أبو تريكة، وأنه اللي عمله زيزو مع نادي الزمالك في 4 سنين ما عملهوش عم الناس والنجم الكبير محمد أبو تريكة في 10 سنين مع النادي الأهلي. والدليل شوية أرقام، كفاية أنه أقول لك إن هم من عند عمرو الدرديري، وحب يعمل حركه كده فاكر ان هي هتعدي على جمهور النادي الاهلي، ولكن عاوز اقول له انه اي شيء يخص عم الناس محمد ابو تريكة جمهور النادي الاهلي بيبقى مركز ومركز جدا كمان. وهكشف لك الحركه اللي حب يعملها عمرو الدرديري. واحمد الطيب المعلق الرياضي المعروف بانه راجل زملكاوي، احمد الطيب بيكشف لنا السبب الرئيسي والاساسي اللي ساعد النادي الاهلي على تصدر جدول الدوري واقترابه من حسم اللقب. معذور يا كابتن احمد، كفايه ان اقول لك انت راجل زملكاوي يعني. وهيثم فاروق زملكاوي اخر برضه بيلجح بالكلام على النادي الاهلي وبيتهم النادي الاهلي بانه السبب في الاداء الهزيل اللي ظاهر به المنتخب الاولمبي لهذا السبب. قبل ما ندخل على التفاصيل، اتمنى من كل جمهور النادي الاهلي اعظم جمهور في الكون اللايك للفيديو والاشتراك في القناه، ويلا نبدا عند عمرو الدرديري. طبعا حضراتكم كلنا شفنا اللقطه اللي اثناء خروج او تبديل زيزو مع منتخب مصر الاولمبي في مباراه اوزبكستان، واعتراضه على الجهاز الفني. بعض النقاد وبعض الاعلام والصحفيين انتقدوا زيزو على الطريقه اللي خرج بها او اثناء خروجه من ارضيه الملعب. ده الكلام اللي ما عجبش النجم الكبير وملك الاعلام الرياضي في مصر الاستاذ عمرو الدرديري. عمرو الدرديري بدون اي سبب جاب سيره محمد ابو تريكه في الموضوع. ايه اللي دخل محمد ابو تريكه في القصه ما اعرفش. نزل بوست ظريف لطيف كده على صفحته الرسميه، كاتب ايه فيه؟ بيقول لهواة ومحبي الارقام: محمد بركات في 10 سنين مع الاهلي سجل 60 هدف و38 اسيست. محمد ابو تريكه في 10 سنين مع الاهلي سجل 70 هدف و39 اسيست. والملك احمد سيد زيزو في 4 سنين فقط مع الزمالك سجل 75 هدف وعمل 56 اسيست. طيب، اولا في اخطاء كده في البوست بتاعك يا استاذ عمرو كالعاده يعني. اولا انت بتقول انه ابو تريكه لعب 10 سنين في النادي الاهلي. هو فعلا لعب 10 سنين في النادي الاهلي، لكن طلع منهم 6 شهور اعاره لبنياس، وفي فتره توقف نشاط رياضي اللي كان في مصر، يعني حوالي لعب في النادي الاهلي 9 سنين فقط. ولكن احنا هنعتبر ان هو لعب فعلا 10 سنين في النادي الاهلي. الحركه اللي حب يعملها عمرو الدرديري وفاكر ان هي هتعدي على جمهور النادي الاهلي، جاب الارقام التهديفيه لزيزو مع نادي الزمالك في 4 سنين في كل البطولات، افريقيا ومحلي وكله، وقارنها باهداف محمد ابو تريكه في الدوري فقط. ليه؟ مع هو عارف انه لو ما عملش كده زيزو ولا حاجه، وهو مقارنه بابو تريكه ولا حاجه. يعني احنا نفسنا يعني بنرتكب خطا لما نتكلم في مقارنه بين الاثنين دول. زيزو هتفق معاك ان هو في كل البطولات مع نادي الزمالك سجل 75 هدف، ولكن هل ابو تريكه في 10 سنين في كل البطولات سجل 70 هدف مع النادي الاهلي؟ ابو تريكه في 10 سنين مع النادي الاهلي سجل 126 هدف. 126 هدف مع النادي الاهلي في كل البطولات، ده غير 38 هدف مع منتخب مصر. مع منتخب مصر. طب ليه ما اتكلمتش بدل قارنت بين الاثنين؟ ليه ما اتكلمتش عن ده حقق كام بطوله ده حقق كام بطوله؟ ليه ما اتكلمش انه محمد ابو تريكه الارقام الفرديه اللي احنا عاوزين ساعات نتكلم عنه؟ كفايه ان هو اخذ احسن لاعب داخل القاره 4 مرات، حصل على دوري ابطال افريقيا 5 مرات، حصل على 2 بطوله افريقيا مع منتخب مصر. ولكن ده العادي بتاع الاستاذ عمرو الدرديري. عاوز اقول لك والله زي ما اقول لك وهقولها لك تاني، مجرد التفكير في مقارنه بين ابو تريكه عم الناس والنجم الكبير الخلوق وبين اي لاعب تاني في الدوري المصري في الوقت الحالي، ده خطأ في ذات نفسه. نروح لاحمد الطيب المعلق الرياضي طبعا المعروف. احمد الطيب انه راجل زملكاوي. احمد الطيب بيكشف لنا عن السبب الاساسي والرئيسي اللي ساعد النادي الاهلي
على تصدر جدول الدوري واقترابه من حسم اللقب. طبعا من وجهة نظره لا عبقرية من كولر، ولا روح عند لعيبة النادي الأهلي وإصرار، ولا تخطيط من مجلس الإدارة، ولا الكلام ده كله خالص. كان في مداخلة تليفونية مع أحمد جمال، وتخيل لما يكون أحمد جمال وأحمد الطيب إيه هيطلع؟ الكلام كله هيبقى انتقاد للنادي الأهلي. طبعا أحمد جمال بيسأل أحمد الطيب، بيقول له من وجهة نظرك يا كابتن ايه العوامل اللي ساعدت النادي الاهلي على تصدر جدول الدوري مع انه كان متاخر جدا واقترابه من حسم اللقب؟ احمد الطيب قال له التاجيلات. طبعا تاجيلات ايه؟ قال لك انه كل المنظومه الرياضيه لكره القدم في مصر اصرت انه تساعد النادي الاهلي وانه ياخذ الدوري السنه دي، من رابطه الانديه لاتحاد الكوره للجنه المسابقات، واجلت للنادي الاهلي 10 مباريات. ونادي الزمالك كان في نفس الوضعيه ومع ذلك ما عملتوش زي ما عملوا النادي الاهلي. طيب والله المره دي الرد عليك سهل جدا يا كابتن احمد. يعني هل الزمالك كان في نفس الوضعيه تحت النادي الاهلي؟ كذب كذب. ليه؟ هل الزمالك لعب كاس عالم للانديه؟ لعب الدوري السوبر الافريقي، لعب السوبر الافريقي، لعب السوبر المصري. ده باجمالي البطولات دي اللي لعب فيها النادي الاهلي زياده عن نادي الزمالك كم مباراه؟ لعب 10 مباريات، 3 في كاس عالم للانديه، مباراه سوبر افريقي بكده 4، و4 دوري السوبر الافريقي بكده 8، و2 سوبر مصري. 10 مباريات زياده عن نادي الزمالك، وفي الاخر عاوز تاجل لنادي الزمالك نفس عدد المباريات اللي تاجل للنادي الاهلي. مش قلت لك في البدايه معذور انك انت تقول اكتر من كده لانك زملكاوي يعني. نروح لهيثم فاروق. هيثم فاروق حابب الايام دي يعمل شويه نمر كده عند جمهور نادي الزمالك، وبيقول انه من وجهه نظره الفنيه الاداء اللي ظاهر به المنتخب الاولمبي بيرجع سببه لرفض بعض الانديه الشهيره في مصر، خايف ما يقول اسم النادي الاهلي، خايف تفريط في لعبتها للمنتخب الاولمبي، وفضلوا مصلحتهم الشخصيه على مصلحه المنتخب. انا مش هرد عليك كتير في الحته دي واقول لك ليه بيراميدز ما شافش لعبته ولا الكلام ده خالص. يعني بيقول في نهايه كلامه انه النادي الوحيد اللي حب يساعد منتخب مصر هو نادي الزمالك، وترك لاعبه النجم الكبير زيزو للمنتخب الاولمبي. برضه معاك عاوز افكرك بس بطوكيو 2021 كنت فين؟ وما شفناش منك اي ردة فعل ولا اي كلام لما المنتخب الاولمبي اخذ من النادي الاهلي 6 لعيبه، 6 لعيبه: الشناوي، بيكهام، اكرم توفيق، طاهر، صلاح محسن، ناصر. 6 لعيبه من النادي الاهلي في 2021 اولمبياد طوكيو. واللعيبه دي غابت عن النادي الاهلي 4 مباريات والنادي الاهلي خسر فيها نقاط، وكانت من ضمن الاسباب اللي يخسر فيها الدوري النادي الاهلي. دي 1. 2 كاس عالم للانديه، لما النادي الاهلي راح لعب في كاس عالم للانديه وفي نفس توقيت كاس الامم الافريقيه، وكان في 6 لعيبه دوليين اساسيين من النادي الاهلي بيلعبوا منتخب مصر، والاهلي راح لعب على ما اعتقد مونتير المكسيكي بدون 6 لعيبه. كان الشناوي وايمن اشرف واكرم توفيق ومحمد شريف وحمدي فتحي وعمرو السوليه. كنت فين؟ طب بالنسبه لكلامك على نادي الزمالك، هو نادي الزمالك ساب ليه زيزو؟ نادي الزمالك ساب زيزو للمنتخب الاولمبي بعد ما فقد الفرصه تماما في المنافسه على الدوري. ومش بس كده، ده كان يطلع لاعيبه نادي الزمالك السابقين واعلامه يقول لك احنا هنشجع بيراميدز انه عشان ياخد الدوري من النادي الاهلي. يعني الزمالك لو كان عنده فرصه يعني حتى لو ضئيله في التتويج بالدوري عمره ما كان هيسيب زيزو للمنتخب. انت عارف كده، وعارف انك انت بتكذب، وعارف انك انت عاوز تطلع تعمل نمرة عند جمهور نادي الزمالك على حساب النادي الاهلي. مش هدور على حضراتكم اكتر من كده. في النهاية اتمنى من اعظم جمهور في الكون، جمهور النادي الاهلي، لايك للفيديو والاشتراك في القناة. سلام.